السلام عليكم، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله نقص مع بعض النهارده ملاية سرير كبير. هقول لكم المقاسات القماش. اول هفرشها على الارض بحيث ان انا اسهل على حضراتكم الطريقه. زي ما حضراتكم شايفين انا كده فرشتها على الارض، بس ما جابتش لحد الاخر. دي 4 متر استرا، يعني طلعت 4 متر. انا كنت قصها من زمان الصراحه وبقالها فتره عندي، فمش كنت فاكره. زي ما حضراتكم شايفين انا كده فردتها على الارض اهو، بس ما كملتش يعني لحد الاخر عشان تسهل عليا القص. انا هجيب ملايه تكون عندي كويس على السرير، وتكون نفس مقاس السرير يعني، وتغطي السرير كويس، وابتدي ان انا احطها على الملايه عشان اظبط عليها، يعني عليها تبقى سهل عليا. جبت ملايه بفرشها يعني على السرير، بتكون مظبوطه على السرير وكويسه. هبتدي ان انا افرشها عليها عشان اخد عليها مقاسات. زي ما حضراتكم شايفين انا كده فرشت الملايه على الملايه اللي احنا نقصها من تحت، وظبطتها من فوق ومن تحت بحيث ان انا امشي على طول على الخط ده وتكون مظبوطه معايا. هقيسها الاول من تحت اشوف طلعت قد ايه بالظبط واقول لحضراتكم. انا قستها كده بالطول، طلعت معايا 2 متر 40. انا هزود عليها 10 سم زياده وهقصها 2 متر 50 بحيث ان التنيات وكده يعني على المكنه ما تاثرش، وتبقى مظبوطه برده معايا على السرير وما تكونش قصيره ولا حاجه، وهتكون جميله جدا ان شاء الله. كده الحته اللي هي زياده معانا بعد ما قصينا الملايه، انا الصراحه بحب اخلي مخده واحده طويله على السرير ومخدتين صغيرين. فلو حضرتك بتحبي تخلي مخدتين على السرير واثنين صغيرين، فهتزودي القماش نفسه. بدل انا جايبه 4 متر انت هاتي مثلا 5 متر بحيث ان يبقى معاكي زياده عشان تقصي براحتك، او هاتي 4 متر ونص. 4 متر ونص هيبقى حلوين جدا ان شاء الله. انا حبيت استغل الرسمه اللي هنا في الملايه، حبيت اظهرها يعني في الخداديات من قدام، وبرده الشكل ده اخدته يكون المخده نفسها ودول الخداديتين. فرشت كده المخده الكبيره هنا والمخدتين الصغيرين حطيتهم هنا كده جنب بعض بحيث ان انا لما اقص ان شاء الله تكون معايا مظبوطه. وبرده عاطيه مساحه لكل حاجه عشان الخياطه. الخياطه بقى حابه تخيطيها على ايدك لو عندك مكنه مثلا صغيره، او توديها لحد مثلا يخيطها لك. اهم حاجه ان انت بس قصيتيها، ده بس عشان ما يكلفكيش يعني، ان انت لو اديتيها لحد يخيطها لك ويقصها كمان هيكلفك. هم بس بياخدوا على الخياطه بس 20 جنيه او 25 جنيه كتير. لسه ما قصيتش ملايه، انا كشكشتها كده على جنب. قلت الاول اشوف الحته اللي هي باقيه مني هتجيب مقاس الخداديتين والمخده الكبيره ولا لا. انا بحب احط مخده كبيره بس، فعشان كده يعني ايه قلت اقيس الاول. لو حضرتك هتحطي مخدتين فهاتي 4 متر ونص. فانا الحمد لله لقيت الحته الباقيه هتكفي بقيه المخدات، فكده ان انا اقص الاول المخدات. كده هبتدي ان انا اقص المخدات الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المرايه عندي فيها خطوط هنا، فهستغل الخطوط دي ان انا امشي عليها عشان يعني ما اضطرش المخده معايا. اول اخد حته اقص المخده من هنا برضه. اقص الاول حته بعدين امشي بالراحه. لو مش هتعرفي تمشي كده على طول بالمقص امشي بالراحه عشان ما القماشه يعني ما تتعرفش منك. كده قصيت اول خداديه اهو، هتنيها على الناحيه الثانيه القماشه وابتدي ان انا برضو اكمل القص للاخر، وكده تبقى الخداديتين معايا جاهزوا. كمان الملايه معايا المخده الكبيره كمان اتقصت، والملايه كمان معايا خلاص قصيتها الحمد لله جهزت. هكمل بس المخده اللي هناك دي وخلاص. كده هبتدي بقى اقسم الخداديتين. هتني القماشه بالنص اهي اللي انا قصيتها، القماشه بالنص. انا بنفضها بس عشان لو حاجه بتنام من جوه تبقى مفروضه معايا، وابتدي ان انا اقصها. بسم الله. كده خلاص انجزت معايا الخداديتين. دي اسهل طريقه يعني للملايات. ولو حضراتكم حابين اعمل لكم اي تصميم تاني ابعتوا لي الصور بتاعتها ان شاء الله باذن الله هعملها. كده خلاص يا حبايبي الملايه جزت معايا، وكمان المخده الطويله اهي والخداديتين. والحته المخده الطويله كان فيها حته كده انا قصيتها طويله يعني، قلت استغلها برده اطلع منها كورانيش للمخدات، مش هرميهم يعني، استغلهم في كورانيش كده حوالين الخداديات. دي اول مره استخدم المكنه بصراحه، مش عارفه قوي يعني، بس ايه ادينا بنتعلم. درايه كده واحده الناحيه دي وواحده الناحيه اللي عكسها اهي. نفضل شغاله كده واحده كده وواحده العكس لحد ما بخلص الكرانيش كلها اهي زي ما حضراتكم شايفين. كده هبتدي ان انا اوصلهم مع بعض. حطيت الوش على الوش كده وهتنيهم تانية كمان واخيطها ده عشان ما ينسلش مني، بما ان يعني انا مش عندي مكنه اللي هي السرفله، فهوديهم بره يتسرفلوا بنزين. كده هبتدي ان انا اركب الكرانيش في الخداديه. هي هقلبها على ظهرها الاول اهو، خلي الوشين قدام بعض. وابتدي ان انا اركب الكرانيش. بس قبل ما اركب الكرانيش انا هبتدي اعمل الاول
الفتحه اللي منها هتخش المخده، فطبعا مش هسيبها كده، فهمسك الاول حته حته كده. الثانيه كمان، الثانيه كمان لجوه كده، بحيث ان الحته دي تبقى متقفله يعني حلو. بسم الله. هعمل بقى الكوشيه الناحيه الثانيه، اخيطها كده. خلاص خلصت الجزء الثاني، هبتدي ان انا اركبه، اعدل قصدي على الجزء الاولاني، وابتدي ان انا اركب لهم شرايط كده. اهو عدلتهم على بعض، مش عارفه انتوا شايفين كده ولا لا. اهو دي الجزء اللي احنا هندخل منه المخده، فانا حبيت ان انا اتنيه بحيث ان ما يبقاش متستر يعني زي كده. وبرده هركب فيه كرانيش، بس لما اركب الاول تبقى المخده اللي هو انا سايباه يعني. انا هقفل كل النواحي بتاعت الخدوديه ما عدا الناحيه دي بس هي اللي ادخل منها المخده نفسها كده. فردتها قدامي اهو، هبتدي ان انا احط فيها الكرانيش. الكرانيش دي اتجاه واحد مش اتجاهين، فهشوف الاتجاه اللي حابه يكون من قدام. مثلا ده حلو فيه الحاجات الرسومات باينه اكتر، فحبيت ان اخليه قدام، فاخلي له الكرانيش على الوش، يعني اخلي الوش ده على الوش ده عشان لما اجي اخيطها ونيجي نقلبها تبقى عامله كده. شايفين الوش على قدام الوش. اول حته هبتدي بيها اللي هي احنا بندخل منها المخده، هاجي احط منها كرانيش، احطها الوش على الوش، لان الكرانيش دي اتجاه واحد يعني، ده الظهر ده الوش، فاحط الوش على الوش كده عشان لما اجي اقلبها يبقى الوش هو اللي باين قدام الوش، بحيث ان يبقى مش تبقى كده يعني. بسم الله كده هبتدي ان انا اخيط. بس عايزه اقول لحضراتكم حاجه، اخواتي اللي بيتفرجوا على الفيديو اللي هم يعني عندهم ماكينات ما شاء الله كبيره وعندهم خلفيه جامده على الخياطه، لو شايفيني بعمل اي حاجه غلط يا ريت بعد اذنكم يعني تكتبوا لي تحت في التعليقات، انا عادي بتقبل اي تعليق. انا بس الفيديو ده عاملاه لاخواتي اللي زي اللي هو مثلا عايزه تعمل حاجه في البيت على ايدها يعني، ما عندهاش ماكينه اللي هي الغاليه، وبرده ما عندهاش خلفيه كافيه عن الخياطه. هبتدي بقى ان اخيط. بسم الله. كده خلاص هبتدي بس ان انا الفها، مش هقطع الخيط، خليه هلف بس باقي الكرانيش على المخده، وقفلت عليها بالمخده التانيه مظبوطهم، بس اهم حاجه على بعض وتاكد ان هم مظبوطين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده انا مش قلقانه من كل الطلع دي عشان هنصفيها ان شاء الله باذن الله. كده بقى يا حبايبي بفضل اخيط فيها واتني لحد ما بلفها كلها حوالين داير الوساده كده، اكون خلاص خلصتها. دي اخر حته فيها.